السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد على قناتكم من يد الزهراء. بسم الله ان شاء الله. في هذا الفيديو غنشارك معكم جميع الاسرار كمبتدئه ما كينجحش معاها الكيك، سواء كان ديال الحامض او البرتقال او الياغورت او كدير الكيك بالماء. اي مشكل ان شاء الله غنحلوه في هذا الفيديو باذن الله. بعض النصائح اللي تعلمتها الحمد لله ما عمر الكيك حشمني، سواء درتو باي طريقه كينجح معايا. بسم الله على بركه الله. نبداو في تحضير الوصفه، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. كناخذوا البيض بدرجه حراره الغرفه، حيت لا كان بارد راه ملي كتبداي تطربيه راه ما كيطلعش، كتجيك صعيبه. والبيض لا ما طربتيش راه ما هو اللي كيعاون الكيك يطلع. اذا حنا كناخذوا البيض بدرجه حراره الغرفه. خديت 4 ديال البيضات حيت غندير مول حجم كبير. اذا نتوما كنتو غديروا مول حجم عادي ديروا جوج بيضات، 3 ديال البيضات اللي وبيضه ايضا راه كافيه اللي كان متوفر عندكم. كناخذ 4 البيضات وكاس ديال السكر وفاني. كنطرب هذا الخليط جيدا بالباتر حتى كيولي اللون ديالو غادي البيض، ما غاديش نطلعوه حتى كيولي درجه ديال البيوضه، لانني ما بغيتش ندير انايا الجينواز، هو فقط كيك. اذا انا كنتاكد ان البيض ما بقاش صفر. من بعد كنضيف مباشره كاس زيت، كاس حامض، كاس ماء، 3 دقه واحده. وكنقص الدرجه ديال الباتور، ما كنبقاش نطرب بنفس الدرجه باش طربت البيض، حيت لا طربت بنفس الدرجه صافي البيض كيهبط وكنكون داك المجهود كامل اللي درتو كيخسر ليا. اذا كنقص الباتور ديالي، كنطرب بشويه. من بعد كنحيد الباتور، كنضيف مباشره 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، 500 غرام، 2 ساشي ديال الخميره. ديما تعمدوا ان الخميره تجمعوها مع الدقيق باش كينجح معكم، لان الخميره اللي درتوها بوحدها فالمفعول ديالها كينقص. صافي هنا ما غنديروش الحامض، حيت ما غنديرش الخل، لان الخل والحامض عندهم نفس المفعول. كنخدموا فين غندير الكيك ديالي. انايا درت غندير الكوك، لان الكوك مع الحامض كيعطي واحد النكهه زوينه. ممكن ديروا الدقيق. كيف كتشوفوا المول ديالي من الحجم الكبير، لان فاش دفقت الكيك ديالي فقط جاني ثلث، يعني الثلثين راه باقي ليا في المول. اذا راه ما يمكنش تنفخ ليا حتى الفوق، ولكن تعمدت انني ندير هذا المول هذا حيت بغيت نجربه صراحه. كيف كتشوفوا كتخرج معايا، ما طلعش بزاف لان المول كان كبير. ولكن الفرن ديما الفرن دخلوا الكيك الفرن ساخن، يعني انا كنخدم الكيك ديالي والفرن راني شاعله ليه، سواء كان ديال الغاز او ديال الضوء. لا كان ديال الضوء الدرجه 160 درجه، لكن ديال الغاز راه 4 ساعات و 9 ساعه هو كيسخن. من بعد كندير الكيك ديالي على نار مهيله قد الشمعه، وسدي عليه وخليه 40 دقيقه، عاد حلي عليه. على الاغلب كيطيب 40 45 35 دقيقه على الاغلب، يعني حتى كتفوت نص ساعه عاد حلي عليه. ولكن انا كنصحك تحلي عليه حتى كدوز واحد 40 دقيقه. صافي كيكون الكيك ديالك طايب من التحت ومن الفوق. الدرجه ديال الطياب كتوصلوا حتى للفوق، ما كتحتاجيش انك تهبطيه مازال. انا كتعرفي ان الكيك ديالك راه ناجح 100%. وملي كيكون الدقيق كديري نفس الكميه، يعني ما كتكونش الكيك خفيف وما كيكونش ثقيل، راه ما يمكنش تهبط معاك. لان الكيك ملي كتكون طالعه وكنخرجوها من الفرن وكتهبط راه بسبب الدقيق كيكون قليل. راه ما يمكنش، راه الدقيق ملي كتقلليه راه ضروري ملي غتحيديها من الفران راه كتنزل. ملي كتنزل كيتولي من الداخل معجنه وما كتجيش زوينه. وعاوتاني الكيك ملي كيجي مدقص فاكيد انك كثرتي الدقيق، راه ملي كتكون عاوتاني الخليط ثقيل راه ضروري واخا كتنفخ معاك ولكن كتجيك مدقصه من الداخل. اذا ديما احترموا المعايير ديال الدقيق، يكون الخليط هو هذاك صافي. راه والخلط ما تخلطوش بزاف، ما تبالغوش في الخلط، لان لا كتبالغوا في الخلط راه كيجيك الخليط مدقص. نتمنى هاد النصائح تنال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.